في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. ببالغ الحزن والأسى ننعى السيدة نورية نور والدة مقدم هذا البرنامج فضيلة الشيخ برهان سعيد. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها جنته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقة جديدة من حلقات برنامج قضايا إريتريا. يصحبني في الاستوديو الدكتور حسن. أهلا وسهلا دكتور حسن. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا. دعنا في البداية نتكلم عن باب عظيم من أبواب الأخلاق والآداب الإسلامية وهو باب التربية. لما كان له هذا الشأن العظيم في كل منزل من منازل المسلمين أو عمومة الناس، كان له شأن خاص في تربية النفس. فدعنا نبدأ بداية، ما هي مكانة التربية أو ما تعريفها ولماذا دائما نوليها مكانة خاصة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولن قبل أن نبدأ في البرنامج نعزي شيخنا وفضيلة الشيخ برهان وإخوانه وأخواته وأهله وذويه في فقدان والدتهم العزيزة، هذه المرأة الصالحة التي حقيقة عرفناها عن قرب ورأينا منها كل خير، ويكفي أنها أنجبت رجالا ونساء بفضل الله سبحانه وتعالى هم تيجان على رؤوس هذه الأمة وخاصة في شعب الإريتري. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته وواسع فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والتعازي عموما موصولة للأسرة الكريمة. أما ما يتعلق بموضوع التربية فهو بلا شك تحتل التربية في كل الشعوب مكانة عظيمة وتعتني بها الشعوب من خلال خلفياتها المختلفة، وتسعى دائما أو تسعى كل أمة من الأمم أن تربي ناشئتها وتربي أبنائها على نمط معين، أو تحاول أن تغرس فيهم قيم معينة، تغرس فيهم معاني معينة، وبالتالي هي محل اهتمام كل الأمم ومحل اهتمام كل الشعوب. بغض النظر نتفق في هذه التربية أو نختلف فيها، لكن تحتل عموما عند الشعوب كلها مكانة عظيمة وتهتم فيها أكثر من جهة. يعني موضوع التربية ليس موضوعا فقط لوزارة واحدة، ستلاحظ تهتم فيه كثير من الوزارات. يعني موضوع التربية بمفهومه الشامل تحتل على قد يكون الآن نلاحظ بأن والله وزارات التربية والتعليم يحال إليها هذا المجال، لكن أيضا ستدخل معك وزارات الثقافة، وزارات الإعلام، وغيرها من الوزارات التي أيضا تصب في ذات الاتجاه فيما يتعلق بالنشأة، بالتربية، بالتهذيب، بكذا. ونلاحظ سبحان الله هذا المصطلح في إطار الرؤية الإسلامية تحديدا هو نكاد نقول يعني كمفردة التربية جديدة، يعني يمكن ما تجاوزت في الكتابات الإسلامية ما تتجاوز لها 100 سنة تقريبا، يعني منذ أن جاءت الحملات الغربية على العالم الإسلامي، لكن كان لها عموما مترادفات. فكانت مثلا هنالك، يمكن أنا عملت بحث عن مفهوم التربية، يمكن تتبعت فيه أكثر من 10 مصطلحات كانت تستخدم لهذا المجال. فتلاحظ مثلا يستعملون مصطلح التهذيب، مصطلح الآداب والتأديب، مصطلح الأخلاق، مصطلح السياسة،
مصطلح كذلك التزكية، مصطلح التطهير، هذه كلها كانت مصطلحات يستخدمها السلف رضوان الله عليهم للدلالة على هذا المفهوم، يعني كلها تدور حول مفهوم التربية. لكن في اللغة العربية هذه المفردة، مفردة ربا، الراء والباء والألف المقصورة، تعني النماء والتطور أو الزيادة، النمو والزيادة. وبنفس الطريقة القرآن الكريم استخدم هذه المفردة، مفردة الزيادة والنمو، في قوله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. ومفهوم الربا نفسه أيضا هو عملية الزيادة التي يطلبها المرابي في مقابل الزمن، يقول له والله أنا أعطيك 100 جنيه تعطيني 110، هذه الزيادة سميت ربا. وكذلك فرعون عليه لعين الله المتتاليات وهو يتكلم مع موسى عليه السلام يقول: ألم نربك فينا وليدا. ألم نربك أي أنه أنشأه ورعاه وكذا. فعموما موضوع التربية دعني أقول بأن في إطار اللغة العربية واصطلاحات القرآن الكريم تعني عملية الرعاية والعناية بحيث يزداد الإنسان وينمو ويكبر. فده أول المصطلح من حيث المفرد. لكن في إطار الاصطلاح التربويين يطلقون مفهوم التربية على عملية متكاملة تهتم بالإنسان وتنتقل به من الحالة التي هو فيها، يعني حالة معينة هو فيها سواء من جهل من ضعف من كذا، هو حالة معينة، إلى حالة كمالية يسعون إليها، حالة أشبه ما تكون بمثل أعلى. فأنت في حالة ولكن أنا أريد أن أصل بك إلى مثال، هذا المثال متصور عندي، أريد أن أصل إلى مثال أسعى إليه. بين هذين، بين الواقع وما بين المثال، هنالك تتم عمليات ضخمة جدا، فهي عملية يسمونها عملية، والعملية دائما ليس حالة واحدة، هي عبارة عن مجموعة أشياء تتداخل فيما بينها لتصل بناء. وبالتالي قد تكون هذه العملية لها علاقة بالجسم الإنساني، لها علاقة بالعقل الإنساني، لها علاقة بالنفس الإنسانية، لها علاقة بالروح الإنسانية، فهي عبارة عن حالة متكاملة تقوم بها جهة معينة للاهتمام بهذا الإنسان والانتقال به من حالة إلى حالة. هذه باختصار ما يتعلق بالمفهوم. طيب، نأتي إلى ماذا نريد نحن الآن من مفهوم التربية أو تربية النفس. ماذا نريد من هذا المفهوم؟ نلاحظ بأن الرسالات كلها، رسالات السماء كلها هي محاولة الانتقال بهذا الإنسان من حالة هو فيها إلى حالة مطلوبة منه. هذه الحالة المطلوبة منه الجوهر فيها هو يتعامل مع الله، فهو ربما في حالة جهل فننقله إلى حالة العلم، هو في حالة الضلال ننقله إلى حالة الهدى، هو في حالة الظلام ننقله إلى حالة النور، هو في حالة الضعف ننقله إلى حالة القوة بكل معاني القوة. وبالتالي عملية التربية هي كيف نستطيع الانتقال بهذا الإنسان من حالة إلى حالة، من حالة سيئة، هذا هو المفهوم يتبادر من الوهلة الأولى أن نريد أن ننقله من حالة سيئة إلى حالة فاضلة. وهدف التربية بالنسبة لكل الآن مثلا المؤسسات التربوية في المفهوم الوضعي يعرفون التربية بأنها والله تهدف إلى إخراج الإنسان الصالح، فكلهم يتفقون حول الإنسان والصالح، يعني أو هذا بالنسبة لنا في التصور، لكن هم يقولون المواطن الصالح، فيربطونها بالإطار إطار المواطنة. لكن الأصح والأفضل أن يقال الإنسان الصالح، بحيث أنا عندما أغرس تربية معينة في هذا الإنسان لا أعده لوطن معين، ولا أعده لجغرافيا معينة، ولا أعده لنظام سياسي معين، إنما أعده ليكون صالحا على مستوى المعمورة كلها. وبالتالي التربية الإسلامية تعريفها أننا نريد أن نخلق أو نوجد ونهدف من خلال عملية تربوية، من خلال عملية التطوير والتأهيل والتنشئة والتهذيب والتأديب والتعليم، نريد أن نصل بالإنسان إلى أن يكون الإنسان صالحا، إيجاد الإنسان الصالح. فهذا أول باختصار شديد جدا فيما يتعلق بمفهوم التربية من حيث اللغة ومفهومها في إطار التربويين والهدف الذي تسعى إليه العملية التربوية. نعم. طيب، التربية المجتمعية أو تربية النفس، يعني من المقدم في هذا ومن الأهم لمصلحة المجتمع والفرد؟ صح. هو في البداية يعني الإسلام يتعامل مع الإنسان في البداية كحالة فردية، بمعنى إصلاح الفرد كفرد. لماذا؟ لأن العلاقة مع الله تبدأ فردية،
يعني ما بتبدأ علاقة جماعية. نعم. كل إنسان يوجد علاقته مع الله بشكل فردي. فأنت مثلا تشهد أن لا إله إلا الله بشكل فردي، توجد علاقتك مع الله بشكل فردي، تنتظم العلاقات الشخصية في أركان الإسلام الخمس كلها ابتداء بشكل فردي. قضية الصورة التي بعد ذلك أنت تؤديها هذه الحال في نمط جماعي لابد أن تستصحب فيها الحالة الفردية، لابد أن تستصحب فيها. فالمقدم بطبيعة الحال هو الحالة الفردية، الحالة الإنسانية الشخصية، ثم بعد ذلك هذا الإنسان الذي استطاع أن يربي نفسه ويطور نفسه ويهذبها ويصلحها يتعامل بعد ذلك في إطار الجماعة. لأن الإنسان كما يقال الإنسان مدني بالطبع، يعني الإنسان ليس مستوحش، يعني لا يحاول أن يعيش في الغابات والبراري ومتفرد لا، الإنسان بطبعه ميال إلى الناس، ميال إلى المواقع التي يجد فيها الأنس. اسمه نفسها اسمه من الأنس وليس من النسيان كما يقال، يعني اسم الإنسان من الأنس وليس من النسيان. فهذا الأنس يطلبه الإنسان دائما، يحرص أن يكون بين الناس ويستوحش إذا كان انفرد بنفسه، يعني إذا ذهب لحاله. فالحالة الجماعية حالة مفطور عليها الإنسان، وبالتالي الإنسان مدني بالطبع. فنحن نصلحه على المستوى الفردي ليكون بعد ذلك صالحا في إطار المجموع. هنا طبعا بطبيعة الحال لما ينتقل الإطار الجماعي لها نمط خاص، هذه أيضا لها ربما أنا تناولته حقيقي في مفهوم الورقة، مفهوم التربية الإسلامية، حاولت أن أتناول فيها التربية الجماعية. هذه ستلاحظ نمط خاص وأسلوب خاص وأدوار خاصة، بحيث والله لا نتصور أنه من كان صالحا في نفسه خلاص يمكن أن يصلح في الجماعة، لا، الجماعة نفسها ستنتقل. يعني أحيانا قد تكون الحالة الفردية تتركز على مفهوم الذات ومفهوم الأنا، ولكن الحالة الجماعية تذهب إلى نمط آخر في التربية الإسلامية اللي هو نمط نكران الذات. نعم. ومحاولة الإيثار ومحاولة الذوبان في إطار المجموع أحيانا. فهنا على كل الأولوية بطبيعة الحال للنمط الفردي، بناء الشخصية، تطوير الشخصية، تهذيب الشخصية، يعني تأديب هذه الشخصية وغرس المفاهيم القيمية فيه، ثم بعد ذلك يتعامل هذا الإنسان في إطار المجموع. فالمقدم في هذا هي تربية نعم التربية الشخصية التي يبنى عليها فيما بعد تربية المجتمع. نعم. طيب دعنا نتوغل في هذا. يقول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة في السوء. وقال أيضا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وورد في ذلك عن البصيري يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فهل نستنتج من هذا أن النفس صعبة الميراث أم أنها سهلة طائعة مطوعة تنقاد لسيدها؟ على كل هذا يعتبر عند الفلاسفة يكاد يكون من أخطر الأسئلة الوجودية إن جاز التعبير، يعني وهو: هل الإنسان الأصل فيه الخير أم الأصل فيه الشر؟ يعني هذا سؤال كبير، وفعلا نحت فيه المدارس كذلك، المدارس حتى الوضعية في المدارس الغربية أمثال روسو وأمثال يعني كالفين وغيرهم، على كل من فلاسفة الغرب تكلموا في قضية الإنسان وأصله، ثم بنوا بعد ذلك عليه النظم السياسية. يعني ستلاحظ هذا السؤال الذي نراه نحن الآن سؤالا بسيطا تبنى عليه نظريات كبيرة جدا في أن والله هذا الإنسان هل هو شرير فنتعامل معه على أساس أنه شرير، أدوات القمع والقهر والضرب أم نتعامل معه بأنه والله لا، الإنسان خير ونتعامل معه في نعم. ولكن هذا الخلاف أيضا حتى في الدائرة الإسلامية حصل خلاف هائل بين المعتزلة وغيرهم من المسلمين، يعني الفرق الإسلامية، فذهب الطوائف بأن هذا الإنسان شرير، وبعضهم قال لا، هذا الإنسان خير، الأصل فيه الخير. ولكن عموما يعني التوسط ربما هو أعدل هذه المذاهب. بمعنى لو قلنا بأن هذا الإنسان والله شرير أو هذا الإنسان خير فقد أجرينا مذهب الجبر في الإنسان. جميل. بمعنى مطبوع على الخير فهو مجبور على الخير، مطبوع على الشر فهو مجبور على الشر، وبالتالي ليست هنالك مساحة حركة في هذا الإنسان. وهنا تأتي قضية نفي المسؤولية عن هذا الإنسان بطبيعة الحال. يعني إذا قلنا أنه شرير إذن هو شرير، لما نلومه؟ وما الصواب في هذا؟ الصواب في ذلك أن نقول بأن الله تبارك وتعالى، هذا من خلال الوقوف على الأحاديث، على الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما فهمه عموما علماء التزكية وعلماء النفس في هذا المجال، يقولون بأن هذا الإنسان مرتبط بمفهوم الفطرة. ومفهوم الفطرة هو مفهوم فيه قابلية النفس البشرية للخير واستعدادها كذلك للشر. لندخل في دائرة المشيئة الإنسانية، لأنه الله تبارك وتعالى ما جعل هذا الإنسان شيطانا مريدا ولا جعله ملكا مقرب، فالملائكة المقربون فطروا على الخير، والشيطان المريد جبل على إيه؟ على الشر. طيب نحن لسنا ملائكة
ولسنا شياطين. لاحظنا؟ طيب، ركب الله تبارك وتعالى في الإنسان ما يسمى في القرآن بالمشيئة، بمعنى الإنسان له مشيئة، إذن يستطيع أن يتحرك من الخير إلى الشر ومن الشر إلى إيه؟ إلى الخير، ثم يتحمل بعد ذلك تبعات هذا الانتقال وهذه الحركة وهذه المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو عنده على كل مشيئة يستطيع أن يتحرك بها الإنسان. فعلى كل الإنسان له القابلية، والله تبارك وتعالى ركب فيه حبه للخير، ركب فيه كذلك العقل الذي يميز به الخير من الشر، أعطاه الهدايات القرآنية التي تبين له كذلك الضلال من الهدى من الضلال. وفي النفس في مركوزة في داخلها أنه ميال إلى الخير، وعنده الاستعدادات النفسية لأن يكون خيرا، ولكن أيضا تأتيه حالات الطيش وحالات التيه وحالات الغواية لاعتبارات على كل قد تكون أيضا خارجة عنه. فلا نستطيع أن نقول الإنسان مطبوع، لأن الطبع هي عملية الختم. يعني إذا قلنا والله الرسالة مطبوعة أو مختومة طبع الله على قلوبهم، معنى هذه انتهى الماء. لا نقول نحن مطبوع بمعنى الطبع الذي هو لا يستطيع أن يتحول منه، نقول عنده القابلية للخير وعنده القابلية للشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل مولود يولد على الفطرة، بمعنى عنده الاستعداد لأن يكون خيرا. نعم. فأبواه بعد ذلك يهودان أو ينصران. هنا تأتي قضية البيئة التي من حول هذا الإنسان، فإما أن تحمله يمينا وإما أن تحمله يسارا. وتأتي كذلك النوازع النفسية الداخلية في الإنسان، قد تحمله نحو الخير قد تحمله. لكن الله تبارك وتعالى ركب في هذا الإنسان كل العوامل التي تؤدي به إلى طريق الهداية، التي تؤدي به إلى طريق الهداية. وبالتالي لا نستطيع أن نقول هذا الإنسان شرير، ولا نستطيع أن نقول هذا الإنسان خير، نقول الإنسان قابل لأن يكون شريرا وقابل لأن يكون خيرا. وبالتالي إذا رأيناه سلك مسلك الخير فهذا مسلك مكتسب، يعني استطاع هذا الإنسان أن يطور عوامل الخير في داخله وينمي هذه العوامل حتى صار خيرا. إذا رأيناه انحرف إلى عوامل الشر، بمعنى القابلية كانت موجودة والاستعداد كان موجود، لكنه هو استطاع أن يطور هذا الاتجاه وذهب في اتجاه الخير. وبالتالي الأخلاق عندنا مكتسبة إن صح التعبير، يعني نستطيع نقول الأخلاق مكتسبة وليست هي مطبوعة بحيث والله لا تتغير في الإنسان فنرفع عنه صفة اللوم مثلا، نقول والله ما في طريقة يتغير هذا. لا، الإنسان يتغير، الإنسان يتحول، الإنسان يتبدل، فأنت مسؤول بناء على ذلك. ومن هنا تأتي فكرة المسؤولية الإنسانية يعني في الإسلام، أن الإنسان مسؤول عن أعماله، مسؤول عن ضلاله، مسؤول عن كفره، مسؤول عن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاك المساحات التي تتحرك فيها، وأنت اخترت المشيئة المشيئة السيئة والمشيئة على كل الخير. واكتسابه للخير أو اكتسابه للشر يكون مبني على عوامل اجتماعية محضة، ولا يكون في نفسه شيء أو يكون ميال إلى أحدهما؟ هو على كل ليست كلها عوامل بيئية فقط، يعني هو في جزء منها عوامل نفسية. نعم. لأن هذا الإنسان في دواخله كما قلت تتفاعل على كل. عامل نزقات الشيطان عامل من العوامل، عامل لمة الملك كما يقال عامل من العوامل، عوامل النفس الداخلية الخيرة في الإنسان وهي أيضا تحثه على الخير نحو الوازع مثلا الخير وتنمية هذا الوازع من داخله أيضا عامل من العوامل. قضية الشياطين وإضلالهم عامل من العوامل، الهدايات القرآنية عامل من العوامل. تشغيل هذا الإنسان لعقله بشكل صحيح يستطيع أيضا أن يطور هذا الاتجاه في الاتجاه الخير. الذي يعطل عقله ليس كالذي يعمل عقله، الذي يطور عقله في الاتجاه الإيجابي، والعقل هو من المنع، بمعنى هذا العقل عندما يستخدمه الإنسان بأن يمتنع عن كل ما هو شر ويطور هذه الملكة في داخله، وهي ملكة العلم تتطور. يعني الإنسان ليس بلازم يكون دوما طائشا، ويمكن أن يتعقل ويمكن أن يتريث ويمكن أن يكون متزنا وهكذا. فهي على كل تتداخل فيها العوامل الذاتية ومع العوامل الموضوعية. جميل. طيب، يقول العلماء أن من طرق وأساليب تربية النفس هي محاسبتها، فما هي محاسبة النفس؟ طيب، موضوع المحاسبة على كل هو عملية أيضا يقوم بها الإنسان للوقوف مع نفسه وأفعاله وتصرفاته وأفكاره وعقائده بين فترة وأخرى. يعني هو لا يحاول مثلا يعني يتبنى قضية معينة ثم يسير فيها إلى ما لا نهاية. هو على كل الوقوف مع النفس. يعني الآن مثلا ببساطة نحن نقول والله التاجر قاعد يجري شنو محاسبة، يجري محاسبة. أول فكرة المحاسبة دعني أقول هي فكرة تنبع من فكرة المسؤولية، فكلما عظمت فكرة المسؤولية في الإنسان كلما عظمت فكرة المحاسبة. فالشخص الذي يشعر بأنه مسؤول بين يدي الله، لاحظ، بمعنى هنالك يوم آخر سيقدم عليه هذا الإنسان وسيكون مسؤولا عن
عن أعماله. كلما عظمت هذه الفكرة في نفسه حاسب نفسه. كذلك التاجر، كلما التاجر أعطى قيمة لأمواله ولتجارته ولما هو عليه يجري المحاسبة، فيجرد مثلا كل 6 شهور كل سنة يقف مع نفسه هل هو رابح أم إيه أم خاسر. المؤسسة كذلك، المؤسسة العام، أي مؤسسة، مؤسسة خيرية، مؤسسة استثمارية، مؤسسة حكومية، المؤسسة التي تعظم فيها فكرة المسؤولية أيضا تكون فيها المحاسبة. كلما اختفت فكرة المحاسبة، كلما قلت أو ضعفت أو ضمرت فكرة المسؤولية، ضمرت معها فكرة إيه؟ المحاسبة. فتجد الدولة التي مثلا تقل فيها المحاسبة بشكل عام لا تحفز الناجحين ولا تحاسب المقصرين ولا تعاقب الذين أجرموا في حق الناس، هذه الدولة تقل فيها المسؤولية، والمؤسسة تقل فيها المسؤولية، وكذلك الشخص على مستوى الفرد أيضا نفس الشيء، وعلى الأسرة كذلك. الأسرة كلما زادت فيها المسؤولية الأسرية كلما زادت فيها أيضا المحاسبة والمساءلة. كلما ضعفت على كل فكرة المسؤولية ضعفت معها فكرة المحاسبة. فباختصار شديد موضوع المحاسبة هو الوقوف مع النفس البشرية أو مع الأسرة أو مع المؤسسة أو مع المجتمع، بحيث هذا المجتمع يقف مع نفسه في ضمن معيار، لأنه ما في محاسبة بلا معيار. يعني مثلا أنا عندي خلال هذا اليوم 5 واجبات، عندي محاسبة قبلية وهذه ممكن نأتي إليها، وعندي محاسبة بعدية، وعندي رقابة أثناء أدائها. ثم في النهاية إما أن أقف إنه والله أديتها كما ينبغي فأكون ناجح، ما أديتها كما ينبغي فأكون خاسر. بنفس عقلية التاجر، إنه والله مثلا كان عنده مال، وجد في نهاية المطاف بعد سنة إنه والله أمواله رأس المال نقص ولم يزد، وبالتالي سيقف عن الأسباب التي أدت إلى خسارته. هل هي أسباب يعني خطأ في التجارة، خطأ في الحسابات، تقصير، عدم متابعة، سرقة من العمال، المهم هو يحاول أن يتعرف عن إيه. فالمحاسبة هي عملية على كل يقوم بها الإنسان للوقوف على كل تصرفاته من مبتدئها إلى منتهى. قد يقوم بها على المستوى اليومي، قد يقوم بها على المستوى الأسبوعي، على مستوى شهر، على مستوى سنة، بحيث والله ينظر إلى نفسه هل هو فعلا أنجز بالشكل المطلوب أم أنه لم ينجز بالشكل المطلوب. وهنالك مترتبات على كل إجابة يصل إليها. طيب، ذكرتم المحاسبة القبلية. نعم. كيف ممكن تكون فيها محاسبة قبلية؟ المحاسبة القبلية عموما لها علاقة بأمرين. لها علاقة بأمرين. الأمر الأول، أي عمل يريد أن يقوم به الإنسان، وهذا نمط من أنماط المحاسبة القبلية، يسأل نفسه هل هذا العمل أولا مشروع ولا غير مشروع؟ قبل البدء فيه. قبل البدء فيه، لأنه أنت إذا كان هذا العمل غير مشروع وأقدمت عليه هذه مشكلة. نعم. وإذا كان مشروع في شرط آخر. أول حاجة عرفنا أنه مشروع، والله هذا أمر مما حثت عليه الشريعة وأمرت به، إذن أنا مطالب بأن أقدم على هذا العمل. يأتي سؤال آخر، هل والله وأنا أقدم عليه سأقدم عليه إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، وأن الله هو إليه المنتهى وإليه المصير، وأني أقدم على هذا الفعل ابتغاء مرضات الله، أم أقدم فيه لأعوامل أخرى؟ هذا الشيء القبلي. ما دخلت إلى الآن أنا في الشغل، أنا أمامي الآن حدث، أمامي موقف، أمامي عمل أريد أن أقوم به. هذا العمل أول سألت نفسي مشروع ولا غير مشروع؟ ما شاء الله مشروع. لماذا؟ لأن أي عمل يقدم عليه المسلم لا بد أن يعلم حكم الله فيه. أدركنا حكم الله أنه مشروع. طيب، لتؤديه بشكل صحيح مطلوب أن يكون خالصا لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما كان مشروعا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شاكرين لك دكتور حسن. للحديث بقية مستمعينا الأفاضل، ولكن بعد هذا الفاصل. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية
طمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير. طيب، عودا على بدء دكتور حسن فيما ذكرناه قبل الفاصل، تكلمنا عن تربية النفس ومحاسبتها، فماذا عما قبل ذلك؟ ما هي المقامات التي يمكن أن يقف عليها المرء قبل القيام بأي عمل؟ طيب، نحن ذكرنا على كل في موضوع الجانب القبلي، وهي تقريبا نفس ما ينبغي أن يمر به الإنسان وهو يريد أن يقوم بعمل. نعم. أول نقطة ذكرت بأن لا بد أن يسأل الإنسان نفسه سؤال المشروعية. هل هذا العمل الذي يريد أن يقوم به مشروع أم غير مشروع؟ لأن هذا السؤال مهم جدا. يعني نحن بالذات المسلم كل أعماله لا بد أن تكون مشروعة، لا يحق له أن يقوم بعمل حتى يعلم حكم الله فيه، ولا يوجد أيضا عمل من أعمال الإنسان ليس لله فيه حكم. فنحن كل أفعالنا من الصغيرة إلى الكبيرة لله في حكم. وأنا ذكرت قبل كده يمكن الأحكام الخمس، بمعنى أن الإنسان يدور بين هذه الأحكام الخمس، إما ما يقوم به هو واجب من الواجبات، أو أنه محرم من المحرمات، أو أنه مكروه من المكروهات، أو أنه مندوب من أنه مساحة المباح التي هي مساحات على كل واسع. الأمر الثاني، لا بد أيضا أن يسأل نفسه هل هذا العمل الذي سيقوم به مقدور عليه أو غير مقدور، لأنه ليس كل ما هو مشروع أيضا مقدور. وقد يكون الإنسان عاجزا عن الشيء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي يسقط الفعل نتيجة العجز. هذه مسألة مهمة جدا. للأسف الشديد هنا دعني الآن لا أتكلم هنا عن فعل شعائري تعبدي فقط، لأنه هنا أتكلم عن عموم أعمال الإنسان. كل الأعمال لا بد. السؤال الأول سؤال المشروعية، وهل هذا العمل الذي يقوم به مشروع أم غير مشروع؟ السؤال الثاني، هل ما أقوم به مقدور أم غير مقدور؟ يعني هل أستطيع أن أقوم به أم لا أستطيع أن أقوم به؟ لأنه لا تكليف بما لا يطاق. يعني الله تبارك وتعالى ما كلفنا في الشريعة ما لا نطيق. طيب، في قضية القدرة وعدم القدرة
يعني تأتي على كل أمور كثيرة في هذا الجانب، بمعنى يمكن للإنسان أن ينظر إلى قضية الأعوان، هذا يمكن أمر ثالث. هل أيضا إذا أنا لا أستطيع أن أقوم به، هل يمكن أن أتعاون فيه مع الآخرين فأجي يعني يقوم الفعل؟ أنا بنفسي ما أستطيع، لكن يمكن لو قمت مع الآخرين أن أقوم به. يأتي السؤال: هل هنالك من يعينني على الفعل؟ يعني هل هذا الأمر الذي أريد أن أقدم عليه يعني عليه أعوان أم ليس عليه أعوان؟ فمن الناس والعياذ بالله من لا يجد على الخير أعوانا، فيعجز عن القيام، خاصة القضايا الكبيرة، قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تغيير المنكرات الكبيرة ليس على المستوى الشخصي، لكن منكرات المجتمعات، منكرات الحكومات، منكرات الأنظمة، هذه قضايا كبيرة لا تستطيع أنت فرد أن تقوم بحمليات التحول. فيأتي سؤال: هذا الأمر المأمور به هل أجد عليه أعوان؟ هل هنالك من يعيننا عليه أم لا؟ ليس هنالك من يعين عليه. النقطة الرابعة أيضا وهي مهمة، قد يكون الأمر مشروع وقد يكون مقدور وقد يكون له أعوان. هنالك مسألة مهمة جدا: هل القيام به تترتب عليه مفسدة أكبر من منفعته أم منفعته أكبر من من مضرته؟ يعني بعض الأعمال قد تكون مشروعة ولكن تترتب على الفعل نفسه أمور من خارجه، فالفعل في نفسه جيد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم أو قوائم إسماعيل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل فعل، ولكن لو فعل هذا الفعل عليه مترتبات، وهو أن القوم حديث عهد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يفكر يقول: والله في المنافقين بعض أصحابه يقولون: دعنا نقتل، وحكمهم أن يقتلوا، المنافقين حكمهم أن يقتلوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المنهجية كلها الإسلامية قامت على أن المنافق لا تقتلوه، جاهدوه باللسان. القتال يكون من خارج المنظومة العامة للمؤمنين أو أهل الإيمان المنتسبين عموما ظاهرا وباطنا. يعني بعض الناس ينتسب إلى الإسلام ظاهرا ولا ينتسب إليه باطنا، لكن يجد حماية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا الفعل يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمور أخرى تترتب على أنه والله المجتمع سيتكلم عن أنه والله النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في أصحابه وهكذا، فما بال غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة العظيمة جدا. فهنا يأتي سؤال المفسدة والمصلحة. قد يكون الفعل في ذاته مشروع، ولكن تداعيات هذا الفعل قد تكون فيها مفاسد عظيمة جدا. فالمسلم ينظر إلى هذا الموضوع، يعني لا ينظر فقط إلى فعل إنه هو جائز وخلاص انتهى الموضوع، لا، نقول لك والله انظر إلى جائز وانظر إلى مآل هذا الفعل. ولذلك العلامة الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الموافقات ركز على فكرة المآل، اعتبار المآل، واعتبر في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية في الأفعال لا بد للإنسان أن ينظر إلى مآل أفعاله. أنا أريد أن أقوم بفعل، هذا الفعل الذي سأقوم به هو مشروع ومقدور وأجد عليه أعوان، ولكن تترتب عليه مفاسد عظيمة، فيترك ليس لأنه ليس خير، ولكن يترك لما تترتب عليه من مفاسد. بعد أن أدركنا كل ذلك وحسبنا كل هذه الحسابات، يأتي أختم به على كل يمكن يتقدم أو يتأخر، لكن مسألة الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. بعض الناس كل الشغل هذا الذي ذكرناه والحديث والبحث والأمور يكون والله مقصوده فيها الظهور، مقصوده فيها إرادة العلو في الأرض، مقصوده فيها والعياذ بالله مآل غير شرعي. حتى هو يريد أن يتوصل بكل هذه المعطيات الشرعية إلى قضية غير شرعية. والله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فيريد الله تبارك وتعالى في النوايا، يعني كل الأعمال التي نقوم بها حتى الفعل المشروع إذا قصدت به أمر غير مشروع صار باطلا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من حيث مشروعية العمل. ومن عمل عمل هو في ذاته مشروع ولكن نوى به شيء تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه مسألة مهمة جدا. هذه على كل الخطوات يمكن أن نقول هي عبارة عن 5 مقامات يجب أن يمر بها الإنسان وهو يريد أن يقوم بعمل من الأعمال، اللي هي سؤال المشروعية وسؤال القدرة وسؤال الإعانة وسؤال المنفعة والمفسدة. نعم، وسؤال الإخلاص. نعم، سؤال الإخلاص. هذه 5 قضايا قبل أن تقدم على أي عمل في إطار مفهوم المحاسبة، مفهوم الرقابة، مفهوم يعني تطهير العمل وخلوصه. الإخلاص هذه ثمرته. وخلوص إنما الأعمال بالنيات. فأنت من جانب يجب أن تتأكد أن هذا العمل خالص لوجه الله، لأنك إن لم يكن مقصودك به وجه الله، قمة الأعمال المشروعة تتحول والعياذ بالله إلى بلاء، كما جاء في حديث الثلاثة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار 3: القارئ
لكتاب الله، الحافظ وكذا، لاحظ عمل عظيم جدا. والمتصدق والمجاهد في أعمال أفضل من هذه. قال تسعر بهم النار. يا رب كيف تسعر بهم النار؟ لأن القارئ يقال له يوم القيامة ما قرأت إلا ليقال قارئ وقد قيل، ما جاهدت إلا ليقال شجاع وقد قيل، ما تصدقت إلا ليقال متصدق وقد قيل. فأفضل الأعمال تتحول والعياذ بالله بسوء النية وعدم الإخلاص لله تبارك وتعالى إلى أن تحول أصحابها إلى أشرار. فنحن عموما هنا مطلوب بأن الأعمال الشرعية يفترض أن يقصد بها مقصود الشارع، يعني المكلف يحرص على مراعاة مقصود الشارع فيها. هذه يعني حتى فكرة علم المقاصد هذا المطلوب فيها، يعني ليس المطلوب فيها التحرر من الأحكام والدخول في ساحات واسعة دون الأحكام، لا، المطلوب فيها إنه والله كيف أجعل النص الشرعي مراد الله في الحكم هو نفس مرادي أنا في الفعل، ولا يتعارض هذا الموضوع. طيب بين المقامات هذه ما المقدم بينهم؟ ما القابل أن يكون فيه مرونة أو كذا؟ على كل هي يعني أعظم أمرين في نهاية المطاف سيدور بينهم الحكم، موضوع الصواب وموضوع الإخلاص، ويتوسطهما بعد ذلك الأسئلة. أنا بعد أن تأكدت أن والله هذا الفعل مشروع وتأكدت أن نيتي فيه خالصة، تبدأ بعد كده التساؤلات المتعلقة بالإمكان، متعلقة بالإمكان ومتعلقة بالمآل، متعلقة بالإمكان ومتعلقة بالمآل في الفعل نفسه. نعم. طيب في قضية محاسبة النفس يقول الله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. ليسأل الصادقين عن صدقهم، كيف يكون هذا؟ هنا طبعا سبحان الله يعني من الأشياء العظيمة جدا. من القيم يقول إذا كان يسأل الصادقين، الله تبارك وتعالى يسأل الصادقين عن صدقهم فيقول كيف بالكاذبين؟ إذا كان أهل الصدق يسألون. هنا على كل موضوع السؤال في هذه الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم وردت في إطار أخذ الله تبارك وتعالى للميثاق، يعني أخذ الله تبارك وتعالى للميثاق من أنبيائه، وميثاق الله تبارك وتعالى وعهده مأخوذ على الأنبياء ومأخوذ على غير الأنبياء. يعني الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق من البشر جميعا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فهذا الميثاق الأول. وأشهد الأنبياء كذلك على ميثاق التصديق لبعضهم، أن يشهدوا لبعضهم بالصدق ولا يكذب بعضهم بعضا، وهكذا شأن الأنبياء. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يصدق برسالات كل من سبق، ونوح عليه السلام أيضا هو مصدق برسالات كل من يأتي بعده. فعلى كل أول هذا الصدق في الميثاق، فالله تبارك وتعالى أتى بهذه الآية في موطن الميثاق. بعض المفسرين قالوا بأن الله يسأل الصادقين عن صدق هل صدقوا بعضهم بعضا أم لا، لكن في معنى آخر، وهو أننا اعتبر نفسنا نحن 3 مستويات. مستوى التبليغ الرسالي اللي هو الرسول يبلغ عن ربه، فيسأل عن تبليغه عن ربه هل بلغ الرسالة كما هي أم قصر فيها. وهنا يقولون بأنه سؤال تشريف، الله تبارك وتعالى يعلم أن أنبياءه لم يقصرون وبلغوا وهم معصومين عموما في قضية البلاغ، فليس هنالك مشكلة، ولكن هذا السؤال ليرفع أنبياءه ويعلي مقامهم ويخزي الكافرين بأن هؤلاء الأنبياء أدوا ما عليه. فالسؤال الأول هو أن الصادقين هؤلاء الأنبياء هم في قمة الصدق، يسألهم الله تبارك وتعالى عن الرسالة وهل بلغوها أم لا. وهنالك نوع آخر من الصادقين وهم ورثة الأنبياء الذين تلقوا الأحكام عن الرسل، لم يتلقوها عن الله، تلقوا عن الرسل، هل فعلا تلقوا الأمر كما هو وبلغوه كذلك كما هو. ولذلك قضية من تعمد عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا هل بلغ الإنسان ما سمعه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي؟ هذا مستوى ثالث. المستوى الثالث وهو مستوى الذين وصلهم البلاغ كلهم تقريبا، الرسول والمرسل إليهم، سؤالهم هنا سؤال العمل. هل ما جاءكم عن الله تبارك وتعالى قمتم بما ينبغي أم لم تقوموا بما ينبغي؟ يعني هل طبقتم، مش القصة بلاغ بس، أيضا قمتم بالواجب أم لم تقوموا بالواجب. فهذه كلها تساؤلات على كل يشملها هذا ليسألن الصادقين عن صدقهم. والله تبارك وتعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالسؤال جامع لطرفين من الناس، يسأل الرسل عن البلاغ وعن البيان وعن أنهم أدوا رسالة الله كما ينبغي. وطبعا هنا سبحان الله من الأسئلة العظيمة في القرآن الكريم سؤال الله لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، والله عز وجل يعلم أن رسوله بريء، لكن يريد أن يقيم الحجة على
هؤلاء الذين عبدوا عيسى عليه السلام. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني؟ فهنا تلاحظ كيف يعني مقام الصدق بالنسبة لعيسى عليه السلام، وكيف أنه قال والله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وإن تعذبهم فإنهم عباد، الآيات المعروفة في نهاية المائدة. فكل هذه أسئلة، ولكن كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله يقول كل الناس منذ أن خلقوا في رحلة عظيمة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الناس مسؤولين عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني كل الأسئلة في نهاية المطاف حول عبادة الله واستجابتنا للرسل، حول الإخلاص وحول الصواب. الصواب ما جاءت به الرسل، والإخلاص ما كان لله تبارك وتعالى. وهذا بصورة أو بأخرى فيه نوع من مجاهدة النفس طبعا بطبيعة الحال. كلما أنت جاهدت نفسك ووقفت معها وحاسبتها قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، وظللت تجاهد نفسك وتترقي في المقامات. يعني مثلا ابن القيم، هذه المحاسبة نفسها للعلم يعني تسبقها 4 مقامات، اللي هي مقام اليقظة، مقام الفكرة، مقام التوبة، هذه مقام البصيرة. هذه كلها مقامات تسبق المحاسبة، فهي المقام الخامس في مدارج السالكين عند ابن القيم. لكن يعني تؤثر اليقظة، لها علاقة، يقظة القلب ويقظة العقل ويقظة النفس والفكرة وبلورتها، والبصيرة معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة الكون، والبصيرة بالآيات الشرعية والآيات الكونية. ثم التوبة، وهي ما يتعلق الإقلاع عن المعاصي والذنوب والاستعداد بعد ذلك للرحلة. من هنا يقول بعد ذلك تبدأ قضية المحاسبة، لأنك ستنطلق بعد إلى الأعمال الصالحة ورحلتك إلى الله تبارك وتعالى. نختم بآخر سؤال: ما هي الفوائد أو المصالح المترتبة على مجاهدة النفس ومحاسبتها؟ أعظم فائدة يمكن أن نقول من فوائد مسألة محاسبة النفس، أول شيء أنت تعرف من خلال المحاسبة مقام نفسك ومقام ربك. مقام نفسك ومقام ربك، وما قدر الله حق قدره. فأنت بما أنك تتعامل مع الله تبارك وتعالى ستدرك مهما عملت من عمل، لأنه هو لله، ما أديته حقه. هذه أهم قضية. يعني أنت ستظل في مجاهدة مستمرة ومحاسبة مستمرة وشعور بالذنب مستمر. ومن هنا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تنشأ فلسفة الاستغفار: شعورك بعظم نعم الله عليك، وشعورك بالتقصير إذا هذه النعم. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. يقول فلسفة الاستغفار تنبع منين؟ إن والله أنا أشعر، ولو ما في محاسبة ما في لا استشعار للنعم ولا شعور بالتقصير ولا ديمومة في الاستغفار. فالشخص الذي يحاسب الله عرف مقام ربي، فلما عرف مقام الله تبارك وتعالى أدرك بأن مقام الله أعظم من كل ما يقوم به. لو أن قطعت أرواحنا وأجسادنا في سبيل الله قطعة سنشعر بأنه ما فعلنا شيء، لأن هي له أصلا، النفوس له والأعضاء له والنفس له وكل شيء لله تبارك وتعالى، فأنت ما فعلت شيء، إنما أولا وأخيرا هي نعم الله عليك. إذن هذه النقطة الأولى، أول نقطة في فوائد موضوع المحاسبة معرفة قدر الله تبارك وتعالى، في أن الإنسان يعني يشعر بأن ما يقوم به أمام الله لا شيء. النقطة الثانية معرفة عيوب النفس، وينشغل الإنسان بعيوبه. يعني الذي يحاسب نفسه، سبحان الله، كثير من الناس الذين ينشغلون بعيوب الآخرين تأكد أنهم ما انشغلوا بعيوبهم، ولكن لو انشغل الناس بعيوب نفسه وتقصيرها إزاء ربه والنواقص التي تقوم بنفسه لانشغل بنفسه وشغله ذلك عن عيوب الناس. هنا تعرف على كل عيوب فتبدأ في الإصلاح. النقطة الثالثة إذا في زمن على كل، النقطة الثالثة من فوائد هذا الأمر أنك تحاسب نفسك قبل يوم الحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. فالذي شدد في نفسه في المحاسبة في الدنيا قلت عليه المحاسبة في الآخرة. ومن أهملها وغفل عنها وتجاوز ولم يبالي فإنه سيفاجأ يوم القيامة بأنه ما وقف مع نفسه، وحينها سيقول ليتني على كل قمت بما ينبغي. وهي على كل فوائدها كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على محاسبة النفس ومحاسبتها ومراجعتها. شاكرين لك هذا التقديم دكتور حسن. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. للحديث بقية ولكن في حلقات قادمة، فترقبونا في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب،
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.